مساء الخير، مساء النور، حبايبي العزاز، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك اللي كتجي زوينة بزاف، ناجحة مليون في المية. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. غادي نديرو ان شاء الله كيكة ديال البنان اللي كتعجب الوليدات الصغار وكتعجب حتى الكبار حتى هما. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقة التحضير مع بعض ان شاء الله. نقولوا بسم الله. بالنسبة للبيض فغادي نحتاج 4 ديال البيضات اللي يكونوا كبارين. انا عندي بحجم صغير لي بزاف صراحه. دابا ولا البيض يعني راكم عارفين غالي وفي نفس الوقت يعني صغيور، يعني بحال كتاخدي البيض ديال الحجل، ماشي بيض زعما اللي كبير، يعني وليتي كتاخديه صغير بزاف. هادشي علاش انا استعملت 5، وخاصه انني غندير المول الكبير. عندي المول اللي طويل فغادي نحتاج يعني 5 ديال البيضات. غادي نحتاج واحد الكاس ديال السنيده كيف ما كتشوفوا البنات. والمقادير راها ساهله وبسيطه ومضبوطه، وانا متاكده غادي تنجح معاكم هاد الكيك هادي، حيت بصح كيجي القوام ديالها زوين. كتجيب واحد البنه وواحد الريحه، يا سلام البنات. غير تبعوا الطريقه فكتجي زوينه بزاف. المهم البنات ضفت فاني، شويه ديال الملحه والبيض، وغادي نحاول نخدم البيض مزيان حتى يعني كيبان ليا بدا كيتضاعف الحجم ديالو، يعني اللون ديال البيض ما تيبقاش صفر، تيولي بيض. هكا الكيك ديالنا كنتاكدوا من انها غتكون ناجحه، حيت هذاك البيض كنخدموه مزيان وكيجي كيتهوى مزيان. فغادي نضيف واحد الكاس لاروب ديال الزيت كيف ما كتشوفوا. وتقدروا ما تضيفوش الزيت البنات، يعني الا طلعتوا البيض يعني مزيان فما تحتاجوش ديروا الزيت، يعني حيت اصلا الكيك ديال البنان فما تحتاجوش ديروا فيها الزيت. انا كندير فيها غير شويه الصراحه، وماشي دائما كنديرو. فغادي نضيف كاس ديال الحليب، وغادي نضيف دانون. انا درت ديال الفاني صراحه. مشيت للحانوت وقلت له يعطيني البنان وعطاني الفاني، حتى بغيت نصايبها عاد شفت راه ديال الفاني ماشي ديال البنان. الا كان ديال البنان فكيجي حسن، وكيجي واحد الريحه ديالو زوينه بزاف، ويعني كتواتى بزاف مع البنان اللي كنديرو، كتعطي واحد الريحه زوينه بزاف في الكيكه. حتى ملي كطيب كتجي واعره بزاف. غادي ناخدو البنان البنات شحال ما كان عندكم، 3 4، اهم حاجه يكون طيب مزيان ويكون حلو، ويكون شنو نقول لكم، هذاك البن راكم عارفين كاينين البنان انواع. كاين هذاك اللي باسل يعني ما فيه بحال كتاكليه في لافوكا خضرا يعني، ولا فما كتكون فيه حتى شي بنه. وكاين هذا البنان هذا اللي كيكون فيه واحد البنه بحال ديال الموسكا، فكتكون فيه بنه زوينه وكيكون حلو بزاف. فهذا هو اللي كنحتاجو، يكون طايب ويكون حلو. وهذا الشيء اللي كاين البنات. انا ما تديوش عليا راني مريضه شويه، فيا الرواح، الله ينجيكم حتى نتوما. فكنحاولوا البنات يعني نخدموا هذاك البنان مزيان هكا بواحد الفورشيط بهذا الشكل هذا، وكنضيفوه فراه كيجي زوين بزاف. خاصة انه يعني مع هادوك الحبيبات الكحلين ديال البنان فكيجي ملي كطيب الكيك ديالنا كيجي بحال دايره فيه الفيرميسيل ديال الشكلاط. فكيجي زوين بزاف بزاف، وكيعطي واحد الريحه زوينه وواحد المذاق زوين. وحتى في يعني القوام ديال الكيك كتجي بحال الكيك اللي كتكوني دايره بالزبده، فكيجي مرخي يعني بواحد شنو نقول لكم، واحد الرخاوه كاينه في الكيك. خاصه ملي كيكون سخون، يعني بواحد الطريقه ما نقولش لكم عليها، غتشوفوا النتيجه ان شاء الله في الاخير. فكيجي زوين بزاف. وبالنسبه لهاد الكيك هادي انا ولادي راه كيحماقوا عليها، يعني كنقول لهم اين كيكه بغيتو كيقول لي كيكه ديال البنان. يعني هما واخا الوليدات الاغلبيه تيقولوا كيكه الشكلاط، لا انا ولادي تيقول لك كيكه البنان هي اللي بغينا. فدائما تنصيبها لهم، وانا نط صيبتها واخا مريضه، صيبتها لهم في الليل باش هكا كيديوها معاهم المدرسه ديالهم ونيت كياكلوها بزاف. وبالنسبه لهاد الكيك هادي المزايا ديال الكيك اللي ديال البنان فراه كتصبر، يعني كتصبر. خاصه انا كنديرها في مول كبير فكتبقى حتى ل5 ايام 6 ايام وكتاكليها عادي، ما كتكون فيها لا ريحه ديال البيض لا زفوريه لا حتى شي حاجه. داك البنان كيخلي فيها واحد النكهه زوينه، وكتبقى القوام ديالها اللي الصراحه زوين بزاف.
صافي البنات كنبقى نضيف الدقيق على حسب الخليط. تقريبا انا هزات ليا واحد 2 كيسان ونص ديال العنبه البنات. وغتشوفوا القوام ديال الكيك ديالي كيفاش كيكون. غادي نضيف 3 ديال الخمارات حمرين، وانتم كيبقى على حساب المول اللي غادي ديروا. يعني هاد المقادير هادو تقدروا ديروا غير النص ديالهم. انا عندي المول كبير، يعني الحجم ديالو كبير، فهادشي علاش كندير هاد المقادير هادو. كنغربل البنات الدقيق وكنغربل حتى الخمارات وكنخلط مزيان. هادشي اللي كاين البنات. ما تنساوش تدعموني بلايك وباشتراك وتبارطاجيو الفيديو عند الاهل وعند الاصدقاء وفي جميع وسائل التواصل الاجتماعي. خليو لي التعاليق ديالكم وسمحوا لي بزاف حين تغبرت عليكم الصراحه، ولكن والله العظيم الا غير الشغله ديال الوليدات والمرض حتى هو. وان شاء الله لنا عودة ولنا الوصفات إن شاء الله في هاد العواشر هادو وفي رمضان إن شاء الله، اللي كنطلب الله يدخلوا علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وبطولة العمر يا ربي. ومن هنا إن شاء الله لتما نبداو دائما الوصفات. وراكم عارفين رمضان غني عن التعريف بالوصفات وبالشيوات. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن إن شاء الله. غادي نرجعوا للكيك ديالنا البنات. كيف ما كتشوفوا غادي نخدم الكيك ديالنا، نحاول ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف. كل قوام ديالو عادي، يعني قوام الكيك العادي بهذا الشكل هذا. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخل. راكم عارفين الدور ديال الخل انه كيخلي يعني كيحيد من الكيك جميع الروائح، وفي نفس الوقت كيدير بحال شي ماده حافظه. يعني الكيك ديالنا كتبقى صالحه لواحد المده اللي طويله. وبالنسبه للفران البنات، انا راه كندير الفران يعني بارد، ما كان سخنش الفران قبل. فكنحط الكيك ديالي وكنشعل وكنقص البوطه وكنخلي الكيك ديالي طيب على خاطرها. كنشعل عليها من التحت حتى يعني كتقبض في راسها، كتشد في راسها مزيان. وعاد ديك الساعه كنهبطها لتحت، يعني كنشعل عليها الفوق ديالها. واللي عندها الفران ديال الضو راه كتكون عارفه يعني علاش كتطيب الكيك ديالها. الاغلبيه اللي كيطيبوا على 180 درجه مده ديال واحد 35 دقيقه. بالنسبه للفرن الغازي فراه ما كيتعطلوش بزاف، راكم عارفين الاغلبيه ديال لي كيك كيكونوا واحد 20 دقيقه، ماشي بحال لي كيك الاخرين. غادي ندير الكيك يعني الخليط ديالي في المول اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. وتقدروا تزينوا باش ما بغيتو، يعني باش ما بغيتو باللوز ايفيلي، كاوكاو ايفيلي، اي حاجه بغيتو تزينوا بها غادي تزينوا بها. فالتزيين كيبقى اختياري. انا الصراحه يعني ما كاش متوفر عندي اللوز ولا كاوكاو، ف يعني غادي نخليها غير هكا حتى تخرج وندهنها هكا بشويه ديال المربى وشويه ديال ندير الشرائح ديال البنان. والتزيين كيبقى اختياري يا البنات. وهذا هو الشكل ديال الكيكه البنات مورا ما طابت. فما نقولش لكم كيجي واحد الارتفاع ديالها يعني عالي، والريحه ما نقولش لكم ملي كتكون كطيب. يعني راه كنصور بالليل البنات، فراه واخا هكاك الصوره ما بانتش كيف ما كان خاصها تبان. فزينتها بشويه ديال المربى وشويه ديال الكوكو والشرائح ديال البنان، حيت صراحه ما كانش متوفر عندي شي حاجه اخرى. هادشي اللي كاين البنات. غادي نقطعها معكم تشوفوها القوام ديالها كيفاش كيجي واعر بزاف. جربوها البنات بهذه الطريقه وردوا عليا الخبار. راه كتجي رطبه، خاصه انها دابا مازال سخونه، ولكن في الصباح هكا ملي كتبرد فكتقبض في راسها، كتولي بحال الطوست، ولكن بواحد القوام اللي زوين بزاف. والريحه ما نقولش لكم، انا اللي كيسالي معايا في هذا الكيك هذه هي الريحه ديالها، وتشهي تشربيها مع القهوه فكتكون زوينه بزاف. شوفوا البنات الارتفاع ديالها يعني واحد الخفه زوينه بزاف فيها بهذا الشكل هذا البنات.
فكنتمنى إن شاء الله الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، تجربوها وتردوا عليا الخبار وتخليو ليا التعاليق ديالكم الزوينة، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم بحول الله.